نصيحة رقم 14 هاقول لك على طريقة سهلة جدًا وعميقة جدًا تقدر إنك أنت تحكم بيها على أي شيء، ده معيار تقدر تستخدمه في الأحكام الاجتماعية، الأحكام الدينية، علاقاتك مع الآخرين، معرفتك بأي شيء، الحقيقة هو معيار سهل وسلس وعميق جدًا. لما تيجي تحكم على حاجة هتستخدم 3 حاجات، المنطق، التجربة، الفطرة. المنطق هو الشيء اللي أنت بتحكم عليه بالعقل، يعني عقليًا هل هذا الشيء يصح أو لا يصح، ينفع أو ما ينفعش، ينفع اعتمده، ما ينفعش الغيه. التجربة هي تجارب حضرتك الشخصية اللي أنت مارستها في حياتك، أنت عندك قدر من الخبرات من مجموعة من التجارب تقدر من خلالها تحكم على أشياء كتير. التجربة بتاعتك بتقول لك إنه ينفع اعتمد، ما ينفعش امسح. الفطرة هي الإحساس اللي الإنسان السوي بيقدر إن هو بيها يبقى عنده حدس بيقدر إن هو يشوف بيه اللي غيره من الناس مش بتقدر تشوفه بعينه، ممكن تسميه البصيرة أو ممكن تسميه الحدس زي ما قلنا، لكن هو حاجة كده أنت بتشوفها بقلبك وبتحسها بقلبك. الفطرة بتاعتك استشعرت إن هو شيء ينفع اعتمد، حست إن هو ما ينفعش امسح. وعشان كده أنا بنصحك إنك تستخدم المنطق والتجربة والفطرة مع بعض يساعدوك إنك أنت تعرف تحكم على الأشياء. خليها موجودة في أولوياتك في دماغك، هتساعدك بإذن الله. أشوفك على خير، سلام.